ريمي. عم فيتاليس. ارتحت الآن؟ هل نمت كل هذا الوقت؟ وهل قلت شيئا في أثناء نومي؟ كنت تشخر. ريمي، ما كان يجب علي أن أحضرك معي لتعاني كل هذه المعاناة. ليتني أرغمتك على أن تبقي في منزل السيدة ميريغان. لا يمكن أن أفارقك مهما كان السبب. كابي تعال. بينما كنت نائما كنت أفكر أنا وكابي أن نطلب منك شيئا. وما هو؟ ألم تقل لي إننا ذاهبون إلى باريس؟ صحيح. عندما نصل إلى باريس لن تعزف على الكمان يا عمي، بل سأغني وحدي، وسأجعل الناس يدفعون لنا مالا كثيرا، وبعد ذلك نشتري كلبين. ها؟ كلبين؟ ريمي، سأسمي أحدهما راموس والآخر جوجو. ألا توافق على ذلك يا عمي؟ نعم، فكرة جيدة. شكرا لك. سأهتم بهما بنفسي وأدربهما على القيام بأفضل الحركات الفنية. وسنشتري عربة جديدة وحمارا، وسنشكل فرقة فيتاليس من جديد. سأبذل ما أستطيع من جهد بمساعدة كابي وجوليكور أيضا. سننجح.